حبايبي مساء الخير عليكم. رجعنا لكم تاني في مطبخنا المتواضع. معانا منو بوريك تركي بالسبانخ والجبنة. جميل قوي، ممكن يتعمل على الفطار، ممكن على العشاء بالشاي للأولاد. منو هيعجبكم، أتمنى إن هو يعجبكم. بس قبل ما نبدأ نعمل منو، رجاء وليس أمرا دعمكم لينا على اليوتيوب وتعليقاتكم عشان يوصل لكم مننا كل جديد. تعالوا نشوف مع بعض مكونات البوريك التركي ايه، وبيتعمل ازاي، وايه هي خطواته. يلا بينا نشوف مع بعض. طيب، الحاجات اللي بيحتاجها معانا البوريك عشان نعمله عندنا في البيت، زي ما انتم شايفين كده، دي عجينة الجلاش او البقلاوة اللي بتتعمل اهي، زي ما انتم شايفينها العجينة اهي. وزي ما انتم شايفين انا غطيتها بالقماش عشان ما تنشفش مننا وتفضل طرية. ماشي. بصل بنحتاج معانا، شوية زبدة سايحين، معلقة أو معلقة ونص زبادي، دقيق، خل. احنا ما بنحتاجش من الخل اللي هي معلقة بسيطة أو معلقتين. فلفل أسمر، زيت، زيت زيتون، زيت عادي مفيش مشكلة، 3 4 فصوص توم، بيضتين، لبن، وملح. والسبانخ، سبانخ هي صبحة زي ما انتم شايفين، متقطفة ومغسولة عادي، ولازم ننشفها كويس جدا. تمام. هي دي الإمكانيات بتاعة البوريك، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض خطوة خطوة خطوة. طيب، زي ما انتم شايفين، أول حاجة بننزل بيها البصلات بتاعتنا قبل ما بننزل بالسبانخ أهو. طيب حبايبي، زي ما انتم شايفين كده، بعد ما البصلة احمرت معانا بنقوم نازلين على طول بالثوم أهو، ونشوحه مع البصل بتاعنا أهو. وبنبتدي بقى ننزل بالسبانخ بتاعتنا واحدة واحدة. هو بيتهيألكوا إن هي كتير، هي مش كتير ولا حاجة. بعد ما بتتطبخ مع البصل والثوم بتبتدي تكش. طيب حبايبي، شفتوا بعد ما نزلنا بالسبانخ ها اهي، شفتوا كشت ازاي؟ طيب كده خلصت؟ لا، لسه ما خلصتش. نقوم جايين طافين عليها وجايبين مصفى كده ها، وحاطينها فيها. انا عايز السبانخ، انا عايز السبانخ الميه اللي فيها كلها تتصفى، مش عايزها بميتها، انا عايزها كلها تتصفى. وبستنى عليها لغايه ما تبرد خالص، ما بستخدمهاش دلوقتي. تمام كده. طيب، في اثناء ما انا بستنى السبانخ ما بتبرد، بجيب طبق بلاستيك غويط زي دوت. خلي بالكم بقى ايه من الخطوات ديت، علشان دي هتبقى الصوص اللي هندهن بيها الجلاش في الاخر. هنجيب بيضتين اهم، وبنزل بيهم معلقتين الزبادي اللي احنا جهزناهم، وبننزل بشوية سمنة بساط خالص كده مش كتير، وبنزل برضو بشوية دقيق. هي دي الصوص اللي هندهن بيه البوريك بتاعنا اهو. ومعلقة خل مش كتير يا جماعة، قليل جدا اهو بس. واللبن بتاعنا بننزل بيه في الاخر اهو.
سنة ملح بسيطة، ومعاها برضو سنة فلفل أسمر، وبقلب ده كله ببعضه. وهي دي الصوص اللي بدهن بيه البوريك بتاعنا اهو. دور الجبنة لسه ما جاش، دور الجبنة بتاعتنا لسه ما جاش، ويبقى كده ايه، الصوص بتاع البوريك جاهز. طيب حبايبي، زي ما انتم شايفين كده اهي السبانخ بعد ما بردت معانا خالص، ها بيجي بقى ايه الدور بتاع الجبنة. بنمسكها كده، نضطر بقى نمسك نلبس جوانتي علشان نخلطها مع السبانخ اهو. زي ما انتم شايفين كده اهو. وبنخلطهم مع بعض كده، السبانخ مع الجبنة البيضاء اهو. نخلطهم مع بعض كويس جدا اهو. طيب هنبتدي بقى نشتغل مع بعض دلوقتي. بنجيب صاج زي ما انتم شايفين كده، وطبعا بندهنه بالسمنة. لازم يدهن بالسمنة كويس علشان البوريك ما يلزقش في الصاج اهو. نتوصى بالسمنة شوية يا جماعة يا ريت، عشان البوريك ما يلزقش مننا. خلوا بالكم من الخطوات ديت. بنيجي بالصوص اللي احنا عملناه في اول الحلقة، اللي هو البيض مع الزبادي واللبن. بنجيب ورقة جلاش اهي، وبندهنها كويس. لو الورقة بتاعت الجلاش مقسومة من النص مفيش اي مشكلة، بنحطهم على بعض كده ونشتغل، ما نخافش اه، هتبقى كويسة ان شاء الله اهي. تمام كده. وبعدين بنقوم جايبين السبانخ مع الجبنة، حاطينها كده وفردينها على ورقة الجلاش اهو اهو. وخلي بالكم من الخطوة دي بالراحة كده، بنلم الجلاش مع بعضه كده اهو اهو. بالراحة خالص اهو اهو. وبنقوم جايين عاملينه كده وحاطينه في قلب الصاج. خلصنا من الاولاني، نعمل التاني بنفس الطريقة برضو. هعمله قدامكم اهو. ادي ورقة وادي التانية. بنقوم جايين فاردين كده ودهنينه اهو. انا مضطر اعمل قدامكم التانية علشان تبقوا عارفين الطريقة بتتعمل ازاي.
سهل يا جماعة والله مش صعب، سهل مش صعب. وجايبين السبانخ مع الجبنة اهو، ولفينه بالراحة خالص كده، وحاطينه في قلب الصينية. هخلص الباقي وايه وارجع لكم تاني. طيب حبايبي، اهو الجلاش بعد ما حشيناه بالجبنة والسبانخ عمل معانا بالظبط 5. بنيجي برضو بنفس الصوص اللي احنا عملناه بالبيض والزبادي واللبن، وبندهنه من فوق كده زي ما انتم شايفين اهو. اهو وهنوريكم احلى بوريك اتعمل بالسبانخ والجبنة اهو. على فكرة في ناس برضو بتحط له موتزاريلا، مفيش مشكلة، بيتحط له برضو موتزاريلا. طيب بعد ما دهناه كده بالصوص بتاعنا، بنقوم جايين بشوية حبة البركة وماشيين عليه من فوق كده. حبة البركة صحية جدا، ودايما في كل المخبوزات بنستعملها. وبنقوم مدخلينه في الفرن على درجة حرارة من 180 ل 190 فوق لتحت. بعد ما يخلص هنوريه لكم إن شاء الله. طيب حبايبي، وده البوريك بتاعنا بعد ما خلص اه. شايفين عامل ازاي؟ ندوق مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمه جميل بصراحة، طعمه حلو. وده كان المنيو بتاعنا النهارده. زي ما شفنا البوريك بيتعمل ازاي، هي خطواته حساسة جدا بالنسبة للعجينة ذات نفسها. وزي ما قلنا في وقت التحضير بتاعه بنبقى مغطين العجينة عشان ما تنشفش. ها، وبيتقدم مع الفطار الصبح بشاي بلبن، او لما بيجي عندنا ضيوف برضه بنعمل برضه للاطفال في البيت، بيبقوا فرحانين بيه برضه، مبسوطين وهم بياكلوه. وده كان المنيو بتاعنا النهارده. وقبل ما اختم الحلقه بتمنى دعمكم ليا واشتراككم في القناه وتعليقاتكم، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم.